احنا كلنا كان لينا عادات غذائية. الشعب العربي بشكل عام بيختلف عن جهات كثيرة في عاداته الغذائية، خاصة في شهر رمضان الكريم، وبالتأكيد أيضا عادات غذائية مختلفة في عيد الفطر المبارك. لكن بعد رمضان وبعد عيد الفطر لازم يعني الموضوع يختلف، لانه رمضان ليه طقوسه والعيد ليه طقوسه الغذائيه. بعد رمضان والعيد اللي ابتداء من النهارده لازم يبقى لينا نظام مختلف تماما. هنعرف نظامنا مع الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعيه المصريه للحساسيه والمناعه. دكتور مجدي، اهلا بيك معانا على اثير صوت العرب، وصباح الخير وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك وصباح الخيرات. صباح النور، اهلا بيك. طبعا لسه كنت بتكلم عن العادات الغذائية في شهر رمضان والعيد، طبعا ده بيختلف عن ده، لكن النهاردة المفروض يبقى الوضع مختلف عن العيد وعن رمضان، خاصة ان في العيد يعني انا كنت متابع بعض الناس بيقولوا ان احنا يعني اكثرنا من تناول الكعك والحلويات. هو للاسف طبعا في خدنا بعض العادات الخاطئه في رمضان، يا ريت احنا نخلص منها وخلينا نمط جديد بعد العيد لكلنا في كل الوطن العربي. ليه بقى؟ لان واضح ان في عده اوبئه موجوده في الوطن العربي ومحدش دريان بيها وبتنتشر دلوقتي، من ضمنها وباء السمنه، من ضمنها وباء قله المناعه، من ضمنها وباء الحساسيه، من ضمنها وباء السرطان اللي منتشر وما كانش موجود زمان في الاجيال وفي القديمه والاجداد وكده. يبقى لازم احنا نغير نمط الحياه. نغير نمط الحياه بتاعنا. نمره واحد ان احنا لازم نمارس الحركه، يبقى نمارس النشاط والرياضه. اثنين، ان احنا لازم ناخد قسط النوم الكويس، ان احنا ننام بالليل وعلى الاقل 6 او 8 ساعات، ان احنا ننام في بيئه مظلمه بلا ضوضاء، ان احنا بعد كده اما نصحى الصبح ناخد طعام الافطار، ان احنا لازم طعام الافطار يبقى معمول في البيت، مش حاجات اللي هي مكملات الطعم الغير ريح والفاست فود او الحاجات اللي فيها دهون او الحاجات الغازيه. حضرتك كنت اتكلمت قبل كده معانا في اهميه تناول وجبه الافطار قبل ما الواحد ينزل يروح شغله. ده اساس، وكلنا مع بعض عشان كلنا نعود بعض، واللي ما يعملش كده يتكسف من الاخر، وتبقى تقليد عندنا عاده تطلع معانا وتبقى كده في الحفاظ ان شاء الله. برضه لازم ان احنا نتناول بعد كده اكل صحي على قدر الامكان، واما نجوع اما نكون جعانين ندور هناكل ايه طبيعي. ويقول لك اما تكون جعان لا تدخل مول او سوبر ماركت. ليه؟ يقول لك اللي بيدخلوا المول او السوبر ماركت هم جعانين بيشتروا منتجات صناعيه تبقى فيها سعرات حراريه عاليه وتواجه صحيه. يبقى الواحد ما يروحش المول، ما يروحش يشتري الحاجه الا لما يبقى واقف في بيته عشان ما يجيبش حاجه غلط. الحاجه بعد كده المهمه ان احنا نحاول بقى ناكل من 5 ل 4 وجبات في اليوم، ووجبات صغيره وما ناكلش كتير. واما نجوع خد الناس اللي عندها جهاز وزن او سمنه ان احنا نكتر من الفاكهه والسلطات، ودي قليله في حياتنا. وطبعا في دلوقتي في مشكله في بعض الاسعار، حاجات ارتفعت، خلاص احنا ناخد الحاجات المفيده. الحاجات المفيده سعرها ما ارتفعش، يعني القوطه والخيار والفلفل والالوان كلها بشكل عام والخس، ونرجع تاني للجرجير والفجل. والجرجير والفجل لسه هتكلم عليهم محاضره جايه ان شاء الله، دول فيهم مواد مانعه للسرطان ومواد هامه جدا للجسم. طيب يعني يا دكتور مجدي، احنا بنتكلم دلوقتي الوجبات الاساسيه اللي الناس كلها عارفاها، الفطار والغداء والعشاء. حضرتك بتقول انه احسن حاجه ان الواحد يتناول 5 وجبات او 6 وجبات لكن بكميات قليله، يعني تبقى وجبات، ولكن ولا حضرتك شايفها انها تبقى يعني حاجه ايه يعني حاجه بسيطه وخفيفه علشان تشغل المعده بس؟ واهميه انها تشغل المعده على مدار اليوم 5 6 مرات ايه؟ يعني خلي وجبتين، ده هينشط طبعا، مش هياخد الجهاز الهضمي. لو انا اكلت اكله كبيره الجهاز الهضمي كله هياخد الدم ويركزه، وده هيسحب من المخ، هشعر بالتعب والعياء وان انا مصدع وموخم. اثنين، ان انا لو انا اكلت اكله بسيطه، ده بيخلي الهضم يبقى افضل واقدر استفيد واقدر امضغ. والمضغ جدا، المضغ بيريح الهضم، والمضغ بيرفع المناعه، والمضغ بينشط الدوره الدمويه في المخ نفسه. يعني انا لما امضغ على مهلي ابقى اكثر ذكاء وابعد عن كلمه الزهايمر. حاجه برضو الثانيه ان انا اما باخد الوجبات الصغيره دي برضو بيبقى بقلل من حاجتي ان انا اخد بعد كده الفاست فود، ده بيخليني برضه بعيد عنه. برضه لازم مهم ان انا ادخل بقى الحاجات الجديده. الحاجات الجديده زي ايه بقى؟ ايه المشكله وانا مثلا قاعد بتفرج على التلفزيون او بسمع اي راديو ولا حاجه ان انا احط وجبه صغيره في صوره سلطات او في صوره خسه او في صوره خيار. خيار ده رائع جدا خاصه في الصيف وفي الحر مع ارتفاع درجه الحراره والكلام ده. يبقى الحاجات دي مهمه قوي. وما انساش برضه ان انا محتاج كل يوم الناس اللي قاعدين 20 جرام الياف
الياف، والناس الكبار اللي عندهم سكر عندهم 40 هجيبهم منين؟ يبقى انا شخصيا باخد 10 خياره في اليوم وبتخانق بيبقوا 9 و8، في غيره ما بياخدش. يبقى لازم احنا ناخد الالوان ونكتر من الالياف، وفاكهه 5 انواع في اليوم، مش لازم تبقى غاليه، لازم نجيب 5 انواع. لو جبت برتقال هجيب 3 كيلو مثلا برتقال، نوع البرتقال من عده مصادر عشان اللي خايف مثلا من مبيد حشر او المواد الكيماويه والكلام ده. يبقى الحاجات دي كلها لو عملناها ونحاول نحاسب انفسنا كل يوم، الياف خدناها فين؟ الياف موجوده في قشر ايه؟ قشر بطاطس وقشر خياره وقشر جزر وقشر تفاح، خدنا كام لون فاكهه، خدنا كام لون سلطه، اعتقد دي هتفرق. ونقلل من الحاجات بقى التقليديه بتاعت زمان بقى اللي هي المشلوحه والحاجات المحمره والمشمره والسمنه والحاجات اللي كلها اثبتت انها بتدخل اوبئه وسرطانات وسمنه ودهون، وناخد الزيوت المفيده، خد الدهون الحلوه اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في المكسرات، موجوده في زيت الزيتون، موجوده في زيت الفلاكس فيد او اللي هو الزيت الحار. الحاجات دي كلها زيوت هامه جدا للقلب والمخ والمناعه، وثبت فيها انها تقل في حياتنا. يعني حضرتك شايف يا دكتور مجدي ان مهم جدا على مدار اليوم ان الواحد يتناول عده انواع من الفاكهه او الخيار والطماطم، السلطات بشكل عام. 5 الوان سلطه على الاقل، على الاقل. في ستات بيقولوا احنا بنعمل 10، برافو عليكي. انا عايز 5 الوان اقل حاجه لكل واحد فينا، عشان كده بقول حاجه دايما ترفع المناعه، 5 في 1 لكل مواطن، يعني 5 الوان والطبق بتاعي على الاقل 2 أو 3 لكل مواطن. وانا اللي هيروح الجامعه واللي هيروح الشغل ومش لاقي اكل، عايز ايه؟ ما تحط معاك خيارتين، حط معاك تفاحه مغسوله، هات موزتين، اتصرف بدل ما تروح تجيب حاجه فيها سكر كتير ويعمل لي مشاكل وابقى مدمن في المستقبل ويكسر لي اسناني ويخلع عالي ويعمل تسوس ويكسر لي عظمي، انا مش ناقص. طيب يعني مهم جدا انه قبل ما ينزل الصبح يتناول وجبة افطار خفيفة، ولا بعض الناس بيقولوا يا دكتور انه اهم حاجة عندك وجبة الافطار، افطر كويس وممكن ما تاكلش طول اليوم؟ ده غلط برضه. اللي هيعمل وجبة واحدة في اليوم بيبقى سمين. اللي هيعمل وجبة في اليوم ده غلط. احنا لازم ناخد وجبات متوازنة في الكم والنوع. يعني ايه متوازنة؟ يعني ما ينفعش وقت اصحى الصبح اقول لك ايه، انا خدت فينو وخدت عيش، او مثلا انا خدت عسل وخدت مربى. لا الوجبة متوازنة، يعني فيها جزء من النشويات، يعني الخبز مثلا، وفي سكريات مفيده، يبقى مثلا خليك العصائر الفاكهه ومعصر النحل، وهتاخد بيضه مثلا رائعه، بيضه فيها بروتين اهو، بيضه فيها بروتين وهم جدا للذكاء وفيها كولين يخلي شان الذاكره. تاخد مثلا الفول او البقول، مش عايز بقول بلاش، اقسم البقول خالص، خد حمص الشام، ايه المشكله؟ خد ترمس الصبح، انا موافق. خد طعميه، يبقى ناخد بقول. البقول فوائدها للمخ ولمنع السرطان وللقلب، وبتخليني اقدر اديني سكر عالي في بعد 4-6 ساعات، واديني التريبتوفان تخليني اقدر اتقبل اليوم وابقى سعيد واسمع الاوامر بتاعت المدير بتاعي واتحمل الناس في الطريق واللي يزعق لي. لو انا عندي بقول عاليه بيبقى عندي تريبتوفان عالي، بيبقى عندي سيروتونين، بيبقى عندي هرمون السعاده، هتحمل الاخرين. ما عنديش الحاجات دي كلها، هتخانق مع الناس كلها وانا ماشي في الشارع عشان ما عنديش الرصيد بتاع الجلوكوز ولا عندي التريبتوفان ولا عندي السيروتونين. برضه في الجديد احنا عملناه من 2-3 في مصر هنا، بنقول لازم في الفطار فاكهه، واحسن فاكهه تاخدها في الفطار الموز. الموز هام جدا للسكريات بتاعت المخ، هام جدا للسعاده، هام جدا للذكاء. فاكهه الفلاسفه، فاكهه الحكماء، فاكهه المتفوقين، فاكهه الرياضيين. طيب يا دكتور، ده في ناس بيعملوا رجيم الموز، يعني بيعتمدوا على الموز ده بشكل كبير جدا. فوائده هشوف فوائده. انا حبيت بيه، يعني انا فوائده دلوقتي، انا لسه نازل من البيت النهارده خدت موز، وانا ناس لازم ده اشتري دايما. فوائده العظيمه بتلاقيه دخل في اغلب الوجبات الغذائيه واغلب برامج اللي هي التخسيس لفوائد، لانه برضه بيديني سعرات حراريه ومعقول وغايب عند الناس، ناس كده ما بتحبوش للاسف يعني. طيب يعني احنا يعني النصايح اللي بناخدها من حضرتك دايما نصايح مهمة جدا، وبدأنا كلامنا انه العادات الغذائية في رمضان وفي العيد مختلفة عن العادات الغذائية اللي ما بعد ده. حضرتك يعني في النهاية تقول ايه المستمعين في هذا الصباح في اول يوم بعد عيد الفطر المبارك؟ صباح الخيرات لكل العرب في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين. لازم انا كل يوم ابقى انسان جديد. انا لو انا يعني مع احترامي انا شخصيا، لو مجدي بدران النهارده زي السنه اللي فاتت او امبارح، يبقى انا اصبحت متاخر، يعني متخلف. كفايه تاخر، مش عايزين نتاخر عن انفسنا ولا الاخرين ولا حضاراتنا. نستطيع ان احنا نبقى احسن من انفسنا النهارده ونتقدم، ان احنا نلجا للنمط اللي انا قلت عليه: رياضه، تغذيه جيده، تغذيه صحيه بعيده عن مكسبات الطعم والريحه والفاست فود. ان احنا نحاول نعمل عمل مهم جدا، حتى لو انت غني اعمل العمل ده، بينشط الحركه، والحركه تقي من السرطان وترفع المناعه.
بنحاول نغير انفسنا ونخلينا كائنات جديده مختلفه بعد كل عيد ان شاء الله. طيب سؤال الاخير علشان حضرتك ذكرت جزئيه مهمه جدا. كتير جدا بعد سن المعاش بعد 60 سنه بيبقى ما فيش عنده شغل، فبيقعد وجسمه بيبتدي بقى تظهر فيه الامراض. هل ده علشان سنه بقى 60 ولا ده علشان هو بطل يشتغل؟ هو بقول لحضرتك انا اعرف ناس عندها 90 و88 سنه وشغالين زي الفل والذاكره كويسه. شوف بقى حضرتك لازم نعرف كلنا خلاص يعني خلاص دخلنا في المرحله دي. بعد ال 60 تزيد نسبه الزهايمر. بعد ال 60 بعد ال 40 بفقد كل سنه من 5% واكثر من عضلات الهيكليه. عضلات اللي هي في دراعي ورجليا وقدمية وايدي سوف تختفي تضمر. هيحل محلها دول انا مش هلاحظ نفس الحجم ونفس الوزن ويزيد، ولكن عضلاتي هتقل. مش هقدر امشي زي الاول، مش هقدر احرك ايدي. لو انا بشتغل لو انا بتحرك لو انا بنزل بطلع وبعمل مجهود كل يوم امشي كل يوم ساعه مثلا عضلات بتحافظ على نفسها من الفناء والبلاء. الحاجه الثانيه ومش هخبي على الناس الزهايمر بعد 60 او 70 نسبته بيزيد. ممكن بعد 70 تبقى مثلا 15 بعد 80 25 26%، يعني ربع الشعب هيجيله الزهايمر. الحاجه الاكثر بقى ومش هنخبي على حد بقى بعد الستينات والسبعينات السرطان بيزيد جدا. ممكن يعني ده نتيجه عدم الحركه. عدم الحركه يساوي قله مناعه. يبقى انا هسيب نفسي تفترسني الاوبئه بتاعت الشيخوخه. الشيخوخه سرطان الزهايمر قله عضلات قله مناعه. لازم اتحرك، حتى جلدي لازم يتحرك. يعني لو حد يقدر يدلكني في البيت، لو اقدر ادلك نفسي طول ما انا قاعد، اهزز ايدي اهزز رجلي، اخلي حد يضربني على ظهري، ده كويس جدا. ده بيخلي الدم يجري. لو عملتش كده الدوره الدمويه هتقل. الدوره الدمويه بتقل في الناس الكبار بعد ال 60. يعني حتى اللي ما عندوش امكانيه ان هو او عن ظروفه لا تسمح ان هو يشتغل، ممكن مثلا ياخد ساعه مشي في اليوم، دي بتعوضه يا دكتور؟ يمشي. وبعدين انا اقول لحضرتك انا مش لازم اشتغل عشان فلوس. ممكن اشتغل بساعد الاخرين، ما اتطوع ما اتبرع اي حاجه. اروح اشتغل في اي مؤسسه بنص اجر ما اعرفش ايه. المهم اشتغل، عشان اللي هيقعد في البيت بيحكم على نفسه للاسف بالموت والاعدام المبكر. يعني العمل ثم العمل ثم